انتشر من مدة مقطع من الزجل اللبناني اللي كان بيأديه زين شعيب مع فرقة زغلول الدمور، وكانت بعنوان وين الخيل. ومع ان الردية اللي كان بيلقيها زين شعيب دي قديمة جدا، الا انها مرة واحدة فايرالت ورجعت تنتشر تاني انتشار واسع قوي، وتعرف جمهور التيك توك لأول مرة على الزجل اللبناني عن طريق ردية وين الخيل اللي كانت منتشرة على التيك توك بعد ما حد ضاف لها ريميكس بسيط كده، والتيك توك يوزرز بدأوا يشبهوه بالراب، وده خلاها تقريبا وصلت ل9 مليون مشاهدة في وقت قصير جدا من انتشارها. يا ترى بتقول ايه كلمات ردية وين الخيل دي؟ وين الخيل تشد الحيل تجر الويل حوافرها، بنجوم الليل بتاني ميل ببحر جبيل بسفرها، حصان يصام بدون طعام برأي العام طلبته لهوم، أعطيته وسام هديته الجام بريش عام 12 لون، ولما حام على الأيام من الأيتام مليت الكون، والأخصام بهالصمصام كوام كوام بصبرها. وعشان نعرف أكتر عن تاريخ الزجل وهل هو لبناني الجذور ولا ليه جذور تانية مختلفة وهو لبناني الانتشار فقط، بعيدا بقى عن وين الخيل أصلا، إيه هو أصل الزجل؟ في سنة 2014 تم إدراج فن الزجل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الشعبي غير المادي اللي كانت صادرة عن منظمة اليونسكو. وجه في تعريف المنظمة للنوع ده من أنواع الفنون إنه نوع من أنواع الشعر، لكن surprisingly إن التعريف ده كان غير دقيق بالمرة، وفي شبه إجماع من المؤرخين على إنه الزجل ده نوع من أنواع الشعر الأندلسي القديم، وفي علماء تانيين اتجهوا اتجاه مختلف تماما وقالوا إنه نوع من أنواع الشعر اللي كان منتشر في الجاهلية الأولى، شعر جاهلي يعني، وده بسبب انتشار الحداء اللي كان موجود وقتها. والحداء هو شكل من أشكال الشعر الجاهلي اللي كان بيلقيه الرعاة في شبه الجزيرة العربية وقت ما كانوا بينادوا على الإبل بتاعتهم عشان تجتمع، لأن الإبل كانت بتنطرب لما تسمع النوع ده من أنواع الشعر بالرجوع للزجل، فهو شكل تقليدي شعبي من أشكال الشعر العربي الغير موزون باللغة المحكية، ارتجالي وعفوي، على شكل كده مناظرة بين مجموعة زجالين، وبتكون مصحوبة بآلات موسيقية أشهرها الدف. وانتشر الفن ده بشكل كبير جدا في لبنان والأردن وفلسطين وكمان في سوريا، واعتمد الزجال في شعره على اللي بيحصل فعليا في الحياة اليومية، اللي بيحصل في حياته، الأحداث السياسية الكبيرة، الأحداث اللي بتحصل في القبائل. ممكن كمان نلاقيه بيتغنى أو بيتغزل في محبوبته وبيوصفها، ده كمان ممكن يتنافس مع خصمه على قوته وقدرته في الارتجال لفترة طويلة، فتلاقيه بيتغنى وبيعتز بنفسه ويبقى نرجسي قدير زي كده. فالزجال بيتميز بسرعة بديهة مذهلة وقدرة كبيرة على الارتجال، بالإضافة لقدرة تعبيرية مثيرة للإعجاب، ومش مقيد بقى لا قواعد اللغة أو الإعراب أو صيغ المفردات ولا أوزان البحور ولا أي حاجة، راجل حر وطليق زي كده بالظبط. خلال ندوة نظمها مركز التراث اللبناني سنة 2015 في الجامعة الأمريكية اللبنانية، قال الدكتور عدنان حيدر عن الزجل اللبناني، والراجل ده كان ليه أبحاث كتيرة جدا في الشعر بالمناسبة، إنه إذا كان الشعر بيتميز بفتنة البيان فالزجل بيتميز بفتنة النغم. لكن ايه هي برضو اصول الفن ده لسه معرفناش. بالرجوع للعصر الجاهلي بعض الدارسين اكدوا ان الخنساء كانت من اشهر شعراء الزجل، لكن تدوين الزجل فعليا بدأ في القرن الخامس او السادس، ويقال انه كان على ايد واحد اسمه ابن قزمان، وهو ده السبب في انتشار الزجل في الوطن العربي. في كتابه تاريخ الأدب بيقول مصطفى صادق الرافعي إن ابن خلدون كان من أول الناس اللي اتكلمت عن فن الزجل في كتابه المقدمة. ابن خلدون كان شايف إن لما انتشرت التواشيح أو الموشحات الأندلسية في بلاد الأندلس الجمهور حبها جدا بسبب السلاسة بتاعة الألفاظ، وعليه نسجت العامة من أهل الأمصار شعر مشابه أو محاكي لهذا النوع من الشعر وسموه بالزجل. انتشر بلغتهم الحضارية المنمقة اللي منتشرة بين الناس من غير أي إعراب ولا حسوكة ولا أي التزامات، واستنبطوا نمط من الشعر ده وسموه الزجل. وأضاف إن في بعض القبائل بدأت تنظم فيه الوزن والقافية والتزموا النظم فيه على مناحيهم هم، من الآخر كده بدعوا. وقال لك بقى إذا كان أصلها أندلسي فسبب انتشارها هو ابن قزمان، لأنها ما اشتهرتش ولا انتشرت رشاقتها إلا في زمانه، وكان ده في عهد الملثمين في أول القرن الثامن، ولقب هو بقى بإمام الزجالي، وانتشر زجل ابن قزمان واتهوس بيه الناس خصوصا المشارقة، ولا مش قصدي الفرخة مش الهوراك، حتى انه كان موجود في بغداد اكتر من حواضر المغرب، الى ان جاء مدجليس ده كان تلميذ ابن قزمان، وبصراحة كان التلميذ الذي تفوق على استاذه بسبب اختياره المنمق والساحر للالفاظ. فايرال بقى وبقى ترند، مش ترند يعني وقتها قصدي يعني
وكان أهل الأندلس بيقولوا ابن قزمان في الزجالين بمثابة المتنبي في الشعر، ومدجليس في منزلة أبي تمام. وبدأ ينتشر اللون ده من الشعر من بلاد الأندلس وصولا للعراق والدول العربية كاملة بسبب سهولة سماعه وسهولة ألفاظه ونشره للسرور بين السامعين وقدرته على التعامل مع اللغات الشعبية المحكية عادي كده. لا ده كمان مش انتشر عادي، ده انتشر واتطور وظهرت فيه حاجات جديدة، دخلت اللغات المحلية فيه وانتظم أكتر في أطر ثقافية وشعبية اللي كانت سائدة أو منتشرة وقتها، وتمددت جذور لمختلف البلاد العربية، وبقي لكل بلد ليه زجالين خاصين بيه. ظهر بقى الزجل التونسي والزجل المغربي والزجل الخليجي أو المعروف بالنبطي والزجل الفلسطيني والمصري، واخترع المصريين فيه نوعين وسموهم البليقة والقليقة. بيقول أبو عبد الله محمد التنوخي في كلامه عن الموشحات والارتجال إن الفرق بينها أو بين القليقة والبليقة وبين الزجل إن الزجل لو جاء معرب يكون حاجة عيب جدا، أما البليقة فهي مش كده خالص، بيجي فيها الكلام المعرب والكلام الغير المعرب، عشان كده اتسمت بالبليقة من البلق وهو اختلاف الألوان، يعني النوع الواحد بيكون فيه تباين مش منتظم في اتجاه معين. وفي كتاب الزجل أصله وفصله بيأكد الشاعر الزجلي أسعد سعيد إن الفن اللبناني ده مشتق من الفن العربي، وإن الزجل في لبنان عربي الوجه واللسان والأصل والتاريخ وكل حاجة. إنما الكاتب أنطوان بطرس الخويري كان ليه رأي منافي تماما، وقال في كتابه إن النوع ده من الزجل اللبناني ما جاش من الموشحات الأندلسية اللي كانت متأثرة بالثقافة الأسبانية أو الفرنسية، لكنه من الأصل جاي من الشعر السرياني. بصوا مهما اختلف الناس أو المؤرخين على أصله وفصله، فالحقيقة اللي ما نقدرش ننكرها إن سكان جبل لبنان هم أكتر ناس أبدعوا وأضافوا للنوع ده من الشعر ألوان كتير مختلفة، وفي مراجع أصلا أشارت إلى إن هم أول ناس سموا النوع ده من الشعر الشعبي عندهم بالزجل، لأنه قبل كده كان معروف بأسامي مختلفة كتير زي المعنى في سوريا والحدة أو الحدادي في فلسطين، واستمر وجوده كمان لآخر أيام وجود العرب في الأندلس. وبعد سنة 1450 دي أصلا اتكتب شعر كتير جدا من النوع ده لكنها لم تدون، ولحد القرن ال18 كان فيه كتير جدا من الشعراء الزجالين موجودين. وبتتميز الجلسات بقى بتاعة الزجل ده بنوع من المنافسة الشرسة، بيقعدوا على طاولات كبيرة جدا عليها أنواع كتيرة من الخضار والفاكهة، كل زجال جاي وقاعد يقول الردية بتاعته ومعاه الخصم بتاعه قدامه بيرد عليه، وممكن كمان كل زجال فيهم بيجيب معاه فرقة موسيقية أو شخص واحد يعزف بآلة موسيقية زي ما قلنا الدف مثلا، وبتكون قاعدة كلها ارتجالية. وغالبا الجلسات دي بتاخد طابع طريف لكن فيه تحدي كبير. ودلوقتي ما زال الزجل الموجود في لبنان وحاضر عادي جدا، لكنه بقي شيء اقرب للتراث، يعني حاجه كده زي النوستالجيا، وجمهوره بقي حاجه ليميتد جدا موجود في القرى وفي الارياف بطبيعه الحال، وده طبعا بسبب تراجع وجود الزجالين اصلا، الا ان في اسماء كتيره جدا لسه موجوده ومشهوره، ومن ضمنهم زين شعيب اللي هو صاحب الرديه اللي بنحكي فيها من الصبح اساسا. وواضح كده عشان نعرف مين الاول، هل كان الشعر الاندلسي هو الاول ولا الزجل كان هو الاول، احنا هندخل في معضله كبيره جدا. لكن احنا ممكن نعمل حاجه احسن من كده بكتير، ان نروح نعمل سبسكرايب للشانل، نشوف الحلقات اللي فاتت ونشوف الفيديوهات اللي جايه، وما ننساش نعمل سبسكرايب بس، دي اهم حاجه، ونعمل كمان لايك للفيديو ده، ونستنى الحلقات الجايه اكيد عشان هنضيف فيها المزيد من العلوم الغذاء. مع السلامه. وين الخيل تشد الحيل تسر وين حوافرها